الاحتلال طلع رمزيا، احنا هم وقفنا المقاومة العسكرية، لكننا نزال نقاوم مقاومة ثقافية، مقاومة إعلامية، مقاومة قلبية، مقاومة فكرية، كل هذه لا بد منها. والإضافة إلى شيء آخر ومهم، هو أن يبقى نفس المقاومة في قلبك. مو تروح تقعد لي ورا كراسي وموظف وتقعد ببيوت فارهة وتسافر هواية خارج العراق وكذا. ترى كل هذا أنا أنصحكم أمام الله سبحانه وتعالى، كل هذا يبرد من جهاديتكم، يقلل من جهاديتكم، يقلل من نفس الجهادي. ظل جاهد بالجهاد الأكبر حتى الجهاد الأصغر يكون عليك أسهل وسلس ومقبول. سيدنا، أفتهم من جوابك على أنه بعض الانشقاقات التي حدثت في التيار أو ما يسمى بالانشقاق كان سببه إبعاد سماحة السيد لبعض الشخصيات لأسباب، أو أن هناك أسباب أخرى لحدوث هذه الانشقاق، هناك جهات مثلا معينة خارجية مثلا أو أسباب أخرى أدت إلى انشقاقات البعض عن هذا التيار. الحقيقة انشقاقات بالمعنى الحقيقي برأيي الشخصي ماكو. مقتدى الصدر شديد شوي، شروطه شديدة، وتتدري زين. اللي يقوم به أيضا واللي يريد الحفاظ على سمعة ومنهج آل الصدر، كل هذه أمور شديدة يصعب معها البقاء، يصعب معها الثبات. ولذلك أنا أدور على نوعية، ما أدور على عدد وكم. النوعية أهم من العدد، زين. وعليها هذا شنو سوى؟ نفور. صار النفور ليش؟ لأنه يريد أمور دنيوية، يريد مال، يريد تجارة، يريد يدخل بالسياسة. أنا ما أقبل، وكنت ما أقبل أنه جيش الإمام المهدي يلتحق بعنوانه الخاص بالسياسة. ما قبلت أنه واحد من جيش الإمام المهدي يروح يسوي له تجارة ويصيح أنا بجيش الإمام المهدي ويتكلم بآل الصدر وسمعتهم وبلسانهم. كل هذا ما قبلته، هذا صعب أن يتحمل هذه. يصير القابض على التيار الصدري كالقابض على جمرة من النار، فيصعب عليه التمسك بدينه، بإيمانه، بعقيدته، بحبه بآل الصدر. فشي يصير؟ يقول أنا منشق. أما أنا ينطرد ويقول أنا منشق أو ينشق، يجوز أكو انشقاقات أنا ما أنفي كل النفي، زين. فعليه يروح يتصرف من وحده، ويروح يسيء إلى سمعة الإمام المهدي، ويروح فلوسه إذا أكو دعم داخلي دعم خارجي إلى وين يصب، وين يلقى له واحد من جيش المهدي، هاك فلوسه تعال وياي، هاك فلوسه تعال وياي. وكأنما العراق ما بيه مقاومين إلا جيش الإمام المهدي. كل واحد يريد يكسب من يجي؟ من التيار الصدري ومن جيش الإمام المهدي ومن لواء اليوم الموعود وما شابه ذلك. وروح اكسب، روح هذا الشعب العراقي كبره عرضه، روح اسوي كله مقاومين، ما حد قايل لك لا. لكن انت تجي تحكي باسمي وباسم عائلتي وباسم آل الصدر وتريد تتقوم بيهم، هذا خطأ. اما ان تصير تحت مركزيتي وان لا، او اما ان لا تتكلم. فهذا ما ادى الى الانشقاقات وما ادى الى الانفصال البعض. ويعني بمختصر المفيد اقول حب الدنيا لشقه. الانشقاقات أثرت على المقاومة سيدنا، على مستوى المقاومة، على مستوى الإنتاج، خلأ أعبر بهالتعبير. تراجعت المقاومة أم بقيت؟ سؤال مهم. كان يفترض أنه سيدنا كمداخلة أنه التجميد لم يوقف المقاومة عند سماحة السيد مقتدى الصدر. التجميد كان لجيش الإمام المهدي، بقية المقاومة كانت في حينها بيد اللواء اليوم الموعود حصرا صارت. والبقية صاروا مقاومة ثقافية، ممهدون، مقاومة إعلامية، مقاومة سياسية، كذا تعددت الأمور. أما الذي جمد عنوان، يعني مو عنوان جيش المهدي وإنما أفراد جيش المهدي جمدوا إلى حين للحفاظ على سمعتهم والحفاظ على دينهم وعقيدتهم. فسيدنا الانشقاقات في نظرك أثرت على مستوى المقاومة؟ أعيد السؤال. صحيح. لا، ما أثرت ذاك التأثير، لأنه سبحان الله وبحمد الله على أنه تمكنا من يعني تجميع ووحدة المحبين والمخلصين والخبراء والذين صارت عندهم خبرة ميدانية وعسكرية. هذه كلها فادتنا، وسبحان الله كان النفس الوطني أكثر عند الذين بقوا من النفس الآخرين، لعله صار